بيبدأ الفيلم في المستقبل تحديدا سنة 2043 وبنلاقي إن الذكاء الاصطناعي اتطور جدا والروبوتات بقت موجودة في كل مكان في العالم وبتشارك مع البشر تفاصيل حياتهم اليومية كلها، بس بيحصل فجأة خلل بيهدد السلام ده لما بيخرج روبوت عن السيطرة وبيقدر يتجاوز بروتوكولات الأمان الخاصة بيه، وكمان بيكون جيش من الروبوتات بيقدر يدمر بيه 3 مليون من البشر في انتفاضة عالمية مدمرة، والروبوت ده اسمه هارلين، وبنعرف إن هارلين ده روبوت تم تطويره على إيد خبيرة الروبوتات فال شيبرد، وإنه كان عايش معاها ونشأ مع بنتها أطلس اللي عمرها معداش 10 سنين، لكنه للأسف فجأة بيتحول لإرهابي وبيكون هو العقل المدبر للإبادة الجماعية اللي حصلت للبشر، وبسبب ده اتكون تحالف بين معظم الدول العظمى، وبالفعل التحالف ده قدر يقضي على معظم الروبوتات وكان قرب يوصل لهارلين نفسه، لكن لما هارلين بيحس إنه خلاص هيتهزم بيقدر يهرب على الفضاء باستخدام صاروخ فضائي، ولكنه بيسيب رسالة من خلال فيديو مسجل وهو إنه هيرجع تاني لكوكب الأرض وبيتوعد يخلص على البشرية كلها، وبنيجي بعد 28 سنة بنشوف مجموعة من القوات الخاصة بتقتحم بيت لواحد إرهابي، وهنا بنعرف إن الراجل ده هو روبوت اسمه كاسكا، كمان بنعرف إن كاسكا ده كان الدراع اليمين لهارلين بس بيكون عامل كميل القوات دي وزارع متفجرات وبيخرج يضرب فيهم واحد ورا التاني لحد ما بيقدروا يسيطروا عليه من خلال ضربه بشحنة كهربية بتخليه يقع ويفقد الوعي وبعدها بيقبضوا عليه. بعدها بنشوف أطلس في مدينة لوس أنجلوس وبتكون كبرت طبعا وبقت شابة وبنعرف إنها ذكية جدا جدا، وبسبب ده بتشتغل مع قوات التحالف كعميلة وبتساعدهم إن توصل لهارلين أو أي حد من أفراد الجيش بتاعه موجود لسه على كوكب الأرض. وأطلس بتعرف من الأخبار إن كاسكا اتقبض عليه، وقبل ما بتقرر تتحرك بيجيلها ضابط ويقول لها إن قائد التحالف بيستدعيها، فبتتحرك معاه بسرعة وتروح للقائد بوس. في الوقت ده بنشوف القائد بوس في مكتبه وبيتكلم مع العقيد إلياس اللي بيكون معترض على مشاركة أطلس في التحقيقات مع كاسكا وبيقول إنه مش واثق فيها، لكن بيرد عليه بوس وبيقول إنها ذكية جدا وهي الوحيدة اللي هتقدر تعرف من كاسكا مكان هارلين، وخصوصا كمان إنها متربية معاهم الاتنين من زمان لأن أمها هي اللي صنعت الاتنين وأشرفت على تطويرهم. بعدها بتوصل أطلس للمقر وبتقابل الجنرال بوس اللي بيأمرها تحقق مع كاسكا وتعرف منه مكان هارلين، وبتوافق أطلس وعلى طول بتدخل لكاسكا وتفضل تستجوبه وبتقدر تخدعه وتقتحم راسه، وفعلا بتعرف منه مكان هارلين واللي بيكون في مكان خارج المجرة كلها. وقتها بتقضي أطلس عليه وبتروح لبوس وتقوله المعلومات اللي وصلت لها، فبيفرح بوس جدا وبيقرر يستدعي العقيد إلياس علشان يجهز مجموعة معاه ويروحوا في مهمة للكوكب اللي عليه هارلين ويقبضوا عليه. في الوقت ده بتقول أطلس إنه خطير جدا ولازم يقضوا عليه، لكن بوس بيصمم يرجعوا بيه حي علشان عاوز يعرف إزاي قدر يكسر حدود برمجته، فبتطلب أطلس إن تروح معاهم لكن بوس بيرفض، بس بنتفاجئ إن إلياس هو بنفسه اللي بيطلب من بوس إن أطلس تروح معاهم المهمة دي، وده طبعا بعد ما بيكون اقتنع بكفاءتها وإنها هتقدر تساعده بشكل كبير. بعدها بيروحوا التلاتة للمستودع وهناك بيوريها إلياس روبوت ضخم اللي بيكون عبارة عن بدلة حربية، وبيقول لها إن يقدروا يقعدوا جواه ويحاربوا هارلين من خلاله وإنه متطور بشكل كبير جدا لأنه مرتبط مع البشر برابط عصبي، بس هي بتتخض جدا وتقول لهم إن التقنية دي محظور استخدامها لأن أول مرة كانت تستخدم كانت مع هارلين نفسه، واللي هارلين قدر يطورها وخلته ذكي زيادة عن اللزوم وعمل كل الجرايم اللي حصلت دي، بس بيطمنوها إنهم عدلوا على الرابط العصبي اللي كانت مصمماه والدتها وبالتالي مش هيتكرر تاني إن الروبوتات دي تعمل زي هارلين وتتمرد عليهم. ما بتقتنعش أطلس قوي بكلامهم لكنها بتوافق وبتسكت، وبالفعل بعدها بتتحرك السفينة للفضاء وتبدأ المهمة، وبنشوف أطلس اللي قاعدة في أوضتها وبتشغل فيديو لأمها وهي بتتكلم فيه مع مجموعة من العلماء وبتشرح لهم عن الرابط العصبي اللي ناوية تصممه في الوقت ده، وبتقول إنه هيربط بين البشر والروبوتات وإنه هيكون طفرة صناعية حرفيا، لكنها طبعا ما كانتش عارفة الكارثة اللي هتحصل بسببه بعدين. في الوقت ده بيجي لأطلس اتصال من إلياس وبيقول لها إنه مجتمع مع كل رجالته مستنيينها علشان تقول لهم نصايحها وملاحظاتها قبل ما يهبطوا على كوكب هارلين، فبتروح أطلس بس قبل أي حاجة بتقول لهم كلهم يفصلوا الرابط العصبي اللي رابطهم بالبدل الحربية بتاعتهم، وبتقول لهم إن طلبت منهم كده لأن أي حاجة شغالة بالذكاء الاصطناعي ممكن يتم اختراقها، ولو ده حصل هيقدر طبعا هارلين يتجسس عليهم ويعرف الخطة كلها. وفعلا كلهم بيفصلوا الأجهزة وبعدها بتبدأ أطلس تشرح لهم الخطة وبتعرفهم إن الكوكب ده معروف عنه الطقس السيء جدا وسوء الأحوال الجوية، علشان كده هارلين اختاره من البداية علشان محدش من البشر يقدر يوصل له، وبتأكد عليهم إن ما ينفعش حد يخرج من البدلة بتاعته لأي سبب وإلا هيموت على طول. وكمان بتقول لهم إن جنرال بوس عايزهم يقبضوا على هارلين حي، بس بتأكد عليهم إنه إرهابي خطير جدا ولو ما قدروش يقبضوا عليه ما يترددوش إن يقتلوه ويدمروه. بعدها بيبدأ إلياس وكل الموجودين يتحركوا ويلبسوا البدل بتاعتهم، أما أطلس فبنعرف إنها هتفضل في السفينة وتتواصل معاهم،
وفجأة بيحصل انفجار في السفينة وبتبدأ المتفجرات والصواريخ تتحدف على السفينة من كل اتجاه، وبنعرف هنا إن هارلين بدأ حفلة الترحيب بيهم. وقتها بيأمر إلياس كل الموجودين يرتبطوا عصبيا بالبدل بتاعتهم، لكن أطلس بترفض تعمل ده لأنها رافضة ترتبط عصبيا مع أي روبوت، وبسبب كم الانفجارات اللي بتحصل بتكون أطلس هتقع من السفينة وتموت. فبسرعة بياخدها إلياس ويحطها بالعافية في روبوت ويأمرها تتصل معاه علشان تقدر تهبط بيه بأمان، لكن بتكون رافضة تماما. وقتها واحدة من الفريق بتضطر تمسك الروبوت بتاعها وتحاول تهبط بيه على سطح الكوكب، لكن بيضربها صاروخ وبتنفجر هي والروبوت بتاعها. أما أطلس فبتهبط بالروبوت بتاعها بسرعة كبيرة جدا، لكن دماغها بتتخبط وبيغمى عليها. بعدها بتفوق وتلاقي نفسها في مكان لوحدها ومفيش حد حواليها. تتواصل مع الروبوت بتاعها واللي بالمناسبة اسمه سميث، وبتطلب منه يحدد مكان أي حد من اللي كانوا معاها أو يرشدها لمكان كبسولة النجاة اللي كانت على السفينة علشان تركبها وترجع بيها للأرض. بيوافق سميث لكن بيطلب منها تتصل بيه عصبيا، وده هيخليها تقدر تتحكم فيه بشكل أفضل، لكن هي بترفض. فبيقدر يحدد مكان كبسولة النجاة، فبتفرح أطلس وتطلب منه يروح هناك بأقصى سرعة. فبيبدأ يطير لكن هي بتمنعه وتقوله إن كده هارلين هيقدر من خلال التيارات المسيرة إن يحدد مكانهم ويضربهم. فبيقتنع سميث ويبدأ يمشي على التلج على أمل يوصل للكبسولة بسرعة. بس وهم ماشيين بيلاقوا مجموعة من الروبوتات متدمرة، وللأسف بتلاقي كل الجنود اللي جواهم ميتين. فبتزعل أطلس جدا وتطلب من سميث يجمع سلاسل الجنود دي علشان يتعرفوا على أسامي الضحايا. وبيبدأ فعلا يجمع كل السلاسل لحد ما بيوصل للروبوت بتاع إلياس، بس بيلاقيه فاضي من غير جثة. فبتفرح أطلس وتقول إن أكيد إلياس عايش، وتطلب من سميث يعمل بحث عن أي حركة حواليهم. فبيوافق سميث وبيعمل كده، وفعلا بيستشعر حركة في المكان، لكن مش لإلياس إنما لجنود هارلين من الروبوتات. وبتتفاجئ إن معاهم روبوت على شكل كاسكا. فبتعرف أطلس إن هارلين صنع نسخة تانية من كاسكا هنا على الكوكب. فبتخاف أطلس وتحاول تهرب هي وسميث بسرعة، لكن بيلاحظهم كاسكا واللي معاه فبيبدأوا يضربوا عليهم. فبيحاولوا يهربوا منهم، وتأمر أطلس سميث إن يضرب قنبلة أيونية. فبيعمل كده وبيفجر قنبلة في المكان اللي بيتسبب انفجار ضخم جدا بيموت كل المجموعة ما عدا كاسكا اللي بيشوف أطلس فبيكون جاي يضربها، لكن بيحصل انفجار أرضي بسبب القنبلة اللي انفجرت من شوية، وبيقع أطلس وكاسكا تحت الأرض. بس بعدها بيقدر كاسكا يخرج، بيتواصل مع هارلين اللي بيعرفه إن لسه في روبوت في المكان واللي جواه هي أطلس. فبيأمر هارلين إن يدور عليها ويجيبها مهما كلفه الأمر، وبيقفل معاه. وبنشوف هارلين قاعد في المخبأ بتاعه ومعاه إلياس اللي واضح إن بيعذبه، بس لسه مش عارفين بيعمل فيه إيه بالظبط. المهم بعدها بنرجع لأطلس اللي بتكون في عمق كبير جدا تحت سطح الأرض، وكمان مصابة في رجليها نتيجة الوقعة دي. فبيبدأ سميث يعالجها. بعدها بينصحها سميث تاني إن تتصل معاه عصبيا علشان تقدر تتحكم فيه بشكل أفضل. فبتوافق المرة دي وفعلا بتحاول تتصل معاه، لكن بيفشل الاتصال. فبيقول لها سميث إنها خايفة منه بدون أي سبب، وده مخليه مش عارف يتصل بيها، وإن محتاج تثق فيه أكتر. وبيقول لها إن لازم يدخل جوه ذكرياتها ويشوف إيه اللي مانعها من الاتصال. فبتوافق أطلس وفعلا بيقدر سميث يعمل اتصال جزئي معاها، وبيبدأ يشوف جزء من ذكرياتها اللي بيبان فيها إن أطلس كانت قريبة جدا لهارلين وكانت بتعتبره أخوها الكبير، لكنه خانها وخان العالم كله. ومن وقتها وهي ما بقتش تثق في أي روبوت خالص، وده بسبب المشكلة إنهم مش عارفين يتصلوا ببعض. لكن سميث بيطمنها ويقول لها إنه مش هيكون زي هارلين، وأخيرا بتقدر تثق فيه وبيقدر يتصل معاها عصبيا. بعدها بيقدروا يخرجوا من تحت الأنقاض، وبيبدأ سميث يبحث عن سفينة الإنقاذ، لكن بيظهر قدامهم كاسكا. فبتؤمر أطلس سميث إن يفجره، وفعلا بيضرب عليه مجموعة من القنابل الحرارية علشان يقتله. فبيحصل انفجار ضخم، وقتها بتختفي أي إشارة لحركة كاسكا. فبتتأكد أطلس إنه مات، وبيكملوا طريقهم للكبسولة. لكن في طريقهم بيلاقوا راس كاسكا، فبيفرحوا إن هيقدروا ياخدوا منه جهاز الاستشعار بتاعه، ومن خلاله هيقدروا يحددوا مكان هارلين. فبيقرروا يروحوا هناك، ولما بيوصلوا بيكتشفوا وجود السفينة بتاعتهم هناك. وبتفهم أطلس إن هارلين عاوز يستخدمها والأسلحة اللي فيها علشان يرجع كوكب الأرض ويدمره، خصوصا إن عليها قنابل كربونية بأعداد كبيرة جدا. فبتترعب أطلس، وقبل ما تفكر تهرب بيكون رجالة هارلين اكتشفوا وجودها وبيبدأوا يهاجموها، وبتحاول تهرب منهم، لكن بتتفاجئ إن معاهم نسخة جديدة من كاسكا. بعدها بيقدروا يخرجوها من الروبوت سميث وبيقبضوا عليها ويحبسوها. وبيدخل هارلين المكان ويبدأ يتكلم معاها، وبنعرف منه إن هو اللي كان قاصد يسيب نسخة من كاسكا على الأرض علشان يتقبض عليه. وأطلس بنفسها تتواصل معاه وتعرف مكانه، وبعدها تيجي ومعاها السفينة والأسلحة اللي هيقدر يستخدمها في الرجوع للأرض وتدميرها. وده لأن الأرض محمية بنظام دفاعي مش بيسمح بمرور أي سفينة غير السفن التابعة ليهم بس. وكمان بيقول لها إن هو واللي معاه قدروا يصلحوا السفينة تاني بعد التدميرات اللي حصلت فيها أول ما وصلت. بس بيقول لها إن فاضل له خطوة واحدة بس، وهي إن يعرف الأرقام السرية للأنظمة الدفاعية للأرض، وإنه خطف إلياس وعذبه وعرف منه النص الأول بس من الأرقام، وفاضل النص التاني اللي معاها هي. وبعدها بيدخلوها أوضة التعذيب اللي بتشوف فيها إلياس، وبيربطها جنبه وبيبدأ يعذبها لحد فعلا ما بيقدر يعرف منها باقي الرقم. فبيفرح جدا وياخد المجموعة بتاعته ويمشي، وهو مقرر يهاجم الأرض. وبيسيب أطلس مع إلياس مربوطين، وهو مش قلقان منهم لأن الأكسجين اللي في المكان
المكان هينتهي قريب والاتنين هيموتوا. بيسأل إلياس أطلس عن الروبوت سميث، فبتقوله إنه موجود في المكان هنا وإنه لسه متدمرش، فبيقول لها إن تقدر تستدعيه بما إنها مرتبطة معاه عصبيا. وفعلا أطلس بتعمل كده وبتحاول تستدعي سميث، لكنه بيرد عليها ويقول لها إنهم حاليا مرتبطين بنسبة 93% بس، وإن لازم يوصلوا 100% علشان تقدر تتحكم فيه تحكم كامل ويقدر يجيلها، وعلشان ده يتم لازم تثق فيه بشكل كامل. فبتقوله إنها ما بتقدرش تثق في أي روبوت بشكل كامل بسبب إنها وثقت زمان في هارلين وخانها، وبتفتكر مشهد من الماضي وإنها كانت بتغير من هارلين جدا لما بتشوف أمها بتعامله باهتمام زايد بكتير عنها. وفي مرة راحت له وقالت له إنها عايزة تكون ذكية زيه علشان أمها تحبها زيه، فبيقول لها هارلين إن أمها صنعت جهاز عصبي بيخليها تتحكم في الروبوتات اللي زيه، وبيعرفها إن لو عاوزة تبقي ذكية زيي لازم تلبس الجهاز ده وتخليه يعدل على البرنامج بتاع أمها، ويخليه إن يقدر هو يتحكم في البشر والبشر يقدروا يتحكموا فيه، بحيث يكون الاتصال في الاتجاهين، وكده هيقدر يخليها ذكية زيه. وقتها هي صدقته للأسف وبتلبس الجهاز، بس بيبدأ هارلين يعدل في البرنامج ويزود قوته، وإن بقى يقدر يتحكم في أي حد مرتبط بيه عصبيا. وبعدها بيقدر يتحكم في أمها فال أول ما بترتبط معاه عصبيا، وبيخليها تمسك مسدس وتقتل نفسها، ومن بعدها يقدر يتحرر ويدمر العالم. وطبعا عرفت إنه ناوي يقتل بنتها أطلس بعد ما يخلص عليها، فبتأمرها تهرب، وفعلا بتقدر تهرب في آخر لحظة، وبيكون هارلين خلص على فال، وبعدها بيبدأ حربه ضد العالم كله. وبسبب كل ده بقى أطلس دايما حاسة بالذنب إنها كانت السبب في اللي عمله هارلين، وبقت فاقدة الثقة في أي روبوت تاني. لكن بعد كده بتقرر تدي الثقة من تاني لسميث، وبيقدر يتصل بيها بشكل كامل، فبيجي ينقذها هي وإلياس، وبتركب أطلس جواه، وبيخرجوا يلاقوا مجموعة كبيرة بقيادة كاسكا محاوطين المكان، لكن بيقاتلهم سميث بكل قوة. وبيجي إلياس اللي بيقرر يساعدها ويقول لها تهرب هي وسميث وتلحق هارلين. أما إلياس بيضحي بنفسه وبيفجر متفجرات كتير جدا كانت في المكان، وبيخلص على كل الموجودين. بعدها بتوصل أطلس السفينة وبتحاول تدمرها قبل ما يتحرك بيها هارلين، لكن بيظهر قدامهم هارلين اللي بيضرب عليهم قنابل كتير علشان يعطلهم ويمنعهم يوقفوا السفينة اللي اتحركت خلاص في اتجاه الأرض. فبتحاول أطلس تواجهه، بس في نفس الوقت بتضرب قذيفة في اتجاه السفينة وبتفجرها، بس بتبدأ قطع من السفينة تقع عليهم وكانت هتصيب أطلس وسميث، لكن بيقدروا يتفادوها. بس بيجيلهم هارلين مرة تانية، والمرة دي بيكون متعصب جدا، وبيقول لأطلس إنه هيمسكها ويجبرها تطلب سفينة تانية من الأرض غصب عنها. وبيبدأ هارلين يتقاتل مع سميث، وبيكون هارلين قوي جدا لدرجة إنه بيقدر يسيب سميث، فبيقع، وطبعا أطلس بتتصاب هي كمان وبيغمى عليها. وهنا بيحاول هارلين يقضي على سميث تماما. في اللحظة دي سميث بيخرج أطلس علشان ما تموتش معاه، بيفضل هارلين يكمل ضرب وتكسير فيه، بس بيلاحظ إن أطلس اختفت، لكن بتيجي من وراه وبتضربه بسيف في عينه، فبيقع هارلين وبيبقى مش قادر يتحرك، فبتاخد أطلس من دماغه المعالج بتاعه علشان ما يقدرش يصحى تاني، وكمان علشان يدرسوه بعدين. وطبعا كده هارلين بيتدمر وبيموت أخيرا. بعدها بيكون سميث بيحتضر وبيودع أطلس ويموت هو كمان. تاني يوم بتوصل قوة الدعم من قوات التحالف اللي بينقذوها ويرجعوا بيها لكوكب الأرض بعد ما بتكون نجحت في مهمتها. بعد فترة بقى من كل ده بيجي أطلس في بيتها، وبيزورها الجنرال بوس اللي بيقول لها إن الروبوت اللي هي طلبت تعديله أصبح جاهز. فبتفرح أطلس وبتروح على مقر قوى التحالف، اللي بتشوف إن كل الموجودين الضباط والجنود اللي فيه بقوا بيحترموها جدا بعد ما أنقذت البشر ودمرت هارلين. المهم بتدخل أطلس للروبوت الجديد وتتصل معاه عصبيا وبيتكلم معاها، وبنتفاجئ إن هو بيكون سميث، وبنعرف إنها عدلت الروبوت ده بالذكاء الاصطناعي بتاع سميث، وإنه بقى أقرب صديق ليها وبتثق فيه جدا. بس كده وبيخلص الفيلم بالنهاية السعيدة دي. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.